السلام عليكم، كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعد بالصحه والهنا وطول العمر يا ربي وتصوموا وتعاودوا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طويله ديال الفطور ديالي بسيطه. الحريره ديالي غادي نشارك واحد محنشه هدايا عيب الحشوه ديال الخضار، واحد التحليه رائعه هي بنتي اللي غادي نعملها معكم، وتابعوا معنا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للعجينه انا غنعمل واحد المحنشه اقتصادي من الخضره. غنعمل شويش د الملحه، هي شويه هكا د الملحه. غنعمل واحد الساشيه ديال تميره حمراء. شحال د الطحين؟ نسيت ما قلت لكم شحال الطحين. عملت هنايا جوج ليفات ديال الطحين ابيض رطاب وكاس ديال العنبه ديال الفينو. عملت ملحه وعملت ساشيه ديال الخميره. دابا غادي نعمل واحد جوج معالق هدايا ديال الخل باش كيعطيونا ديك تقرميشه ولا الشاشان هذا. غنعمل هنايا واحد 3 د المعالق الزيت بيضاء، تقريبا واحد المعلقه صغيره هيدا السنيده هي اللي عملت. باغي ندوز نجمعها بالماء دافي، نتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للحشوه ديالي بعد ما عجلت العجينه وخليتها كترتاح، دوز دابا للحشوه. هانتوما عندي هنايا 2 جعدات كبار المحكوكين، 3 ديال القرع هذا اخضر محكوك، شويه د معدنوس، شويه ديال الفلفله مخلطه بين الصفراء والحمراء. عندي هنايا البصله الخضاريه واحد 3 د البصيلات. عندي هنايا الشامبينيون الكحل. عندي هنايا الشعريه الصينيه. هذا وهذا كيبقى اختياركم، يمكن لكم تكافاو عيب هذا الشيء، صراحه كتجي حشوه ديال الخضره زوينه. عندي دابا شويه الزيت في المقله، غادي نضيف البصله خليها تشحر غير شويش وغادي نزيد عليها الخضره كامله. هانتوما اخوتي بعد ما تشحرات البصله شويش دابا غادي نزيد هاد الجعده، هاد القرع، شويه المعدنوس، شويه الفلفله. هانتوما بعد ما ضفت هاد الخضره كامله دابا غادي ندوز نعمل شويه ديال العطريه ديال الشاورما، هي اللي غادا نعمل. كاين لكم تعملوا عطريه الحوت ولا اي عطريه الشاورما هي اللي غادي ندير. وشويه ديال السودانيه، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. صافي وغادي نخليهم يتشحروا. غادي نزيد عليهم داك الشامبينيون ديك الشعريه صافي، وغادي ندوز نصايب محنشه ديالي. هانتوما اخوتي بعد ما تشحرات هاد الخضره مزيان، شفتوا تشحرت ما كيبقى فيها لا ملح حتى شي حاجه. غنضيف هاد الشعريه، غنضيف هاد الشامبينيون. انا قلت لكم يعني اختياري، يمكن لكم تعملوه يمكن لكم ما تعملوش، غير انا الصراحه كيعجبني في الشوربات في الحشوات كيجي مزيون. هانتوما اختي بعد ما ارتاحت العجينه ديالي دابا غادي نعملها غير كريسات صغيورين هكا. هانتوما من بعد ما ارتحت العجينه ديالي دابا كنعمل شويش د الزبده. انا راه ضفت واحد المعلقه ديال الهريسه ومعلقه ديال شويه الزيتون الخضار ضفتهم لهاد الحشوه. دابا غادي نصوب واحد التحليه صراحه كتجي ساهله بزاف ودغيا كتوجد ومقادير اقتصاديين. عندي هنايا لتر د الحليب، واحد ياغورت فاني، 3 د المعالق ديال النشا معلقه عامرين، 3 د المعالق ديال السكر كيبقى على حسب الذوق. انا مبغيتش نديرها حلوه بزاف. هذه بالنسبه للطبقه الاولى. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي هنايا خديت واحد 150 غرام ديال الفريز، تقريبا واحد 9 د الحبات حتى ل10، وسلام واحد المعلقه ديال السكر. وعندي هنايا واحد ساشي ديال الفاني حتى هو غادي نزيدو على هذا الفريز هذا.
اول حاجه غادي نديرها غنزيد هاد السكر والمايزينا هنايا وغادي نخلطهم على البارد ونردهم نطيبهم من فوق البوطه حتى كيعقادوا. دابا في الاول خلطتها على البارد ودابا عاد شعلت لها العافيه متوسطه وصافي غادي نبقى نحرك حتى غادي يعقد لي الخليط. صافي دابا هادي ها هي هنايا كنبقى نحركها مره في الاول وغادي نرد الفريز يطيب مع ديك المعلقه ديال السكر وغادي نزيد عليه هاد الساشي ديال الفاني على عافيه مهيله. انا درتو على الفرن الصغير وغنخليه يطيب على خاطر ما كياخذش الوقت بزاف. صافي دابا من بعد ما غلات هادي هاد الطبقه الاولى انا ما كثرتش مايزينا الا كنت حيتاش ما بغيتهاش تجيني عاقده بزاف، بغيتها تجيني بحال الشكل ديال الرايب يعني ماشي بحال الفلو، عليها ما كثرتش مايزينا وصافي. ودابا غادي نزيد هاد الياغورت هذا ديال الفاني. عرفتي ترى هاد الماء هذا اللي كيكون هنايا راه هو اللي غادي يزيد يعاونها باش غادي تعقد. صافي دابا من بعد ما زدت ديك الياغورت دابا غادي نبدا نعمر الكويسات. تقدروا ديروا طبقه ديال البسكويت الا بغيتو. وهذا الفريز هذا ديك الساعه غادي نطحنو، المهم حتى نعمر هادو باش هادي ما تعقدش ليا، والفريز غادي نطحنو وغادي نزيدو غير من الفوق. صافي وهكا التحليه ديالنا كتكون واجده. المهم دابا من بعد ما عمرتهم انا غنعمرهم غير النص وندخلهم للثلاجه يشدوا راسهم، عاد غنطحن الفراس ونزيدو من الفوق. ماشي يشدوا راسهم بزاف مي المهم يكونوا داروا واحد الطبقه بيناتهم بين الفراس باش فاش نكبو ما يتخلطش معاه. هانتوما خوتي راني راده الحريره ديالي كطيب. الصراحه كنعمل هاد الكوكوط صغيره حيت دغيا كطيب لي عاد عرضها في طنجره اخرى. عملت هنايا الحمص تقريبا واحد زليفه ديال الحمص. عملت العطام اختياري عطيمات ولا طريفه اللحم اللي كان عندكم موجود. عملت الكرافس والمعدنوس والقزبور ومعلقه صغيره ديال الكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم ونص معلقه ديال الابزار وشويه الزيت. دابا راني شحرتها ودابا راني مرقتها وغادي نردها طيب. ومن بعد ملي طيب عاد نزيدوا ليها الطحين والشعريه ومطيشه عاوتاني وآلة الحريره هي ملي طيب وتزيديها واحد دقيقه هكا ديال القزبور كتجي غزاله. هانتوما خوتي الحريره من بعد ما طيبتها في طنجره اخرى جاتني كثيره عليها وانا نعملها في الطنجره هذه. هانتوما دابا كتغلي وغادي ندوز. صايبت مطيشه لكم فكره على هاد المطيشه. انا مطيشه ملي كنجيبها كنغسلها مزيان كنستعملها هكا لاصوص ولا نشلاضه. ملي كنحيد ديك القشور كنجمعهم وكنحيدهم في مويكا فريغو ملي تنوقف عليهم كنسلقهم وكنطحنهم. شوف كيفاش كيجيو لاصوص ديالهم كتجي رائعه وخاطره كتجي واحد لوغو في الحريره محمض مزيون. هانتوما كيفاش كيجي شفتوا. صراحه كنصحكم مع دابا راكم عارفين الغلاء اللي كاين اي حاجه بغيتو تقتصدوا عليها اقتصدوا عليها نتوما. شفتوا صراحه كتجي واحد لاصوص رائعه. كنطحنها وكنصفيها في الصفايه وصافي كنستعملها الحريره ديالي. ضفت عليها واحد المعلقه ديال مطيشه الحك، ما كنكثرش مطيشه الحك غير معلقه واحده هي اللي ضفت. هانتوما خوتي من بعد ما خويت هاد المطيشه اللي قلت لكم دابا غنزيد ليها واحد شويه القزبر. القزبر ملي كنضيفوه في الاخر كيبقى اللوغو ديالو مزيون في الحريره. هانتوما من بعد ما غلات الحريره ديالي غنزيد غير شويه ديال الشعريه. هانتوما عين ويزتي زلافه وغادي نضيف الطحين باش كنعرفوا باش الطحين ديالنا كيطيب بان الشعريه ملي كطيب صافي كنعرفوا الطحين راه طايب. عملت هنايا تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبارين ديال الطحين. صافي دابا غادي نخليها كتغلي ونتلاقى معكم ان شاء الله. هانتوما خوتي الحريره ديالي من بعد ما طابت جات غزاله تبارك الله. هانتوما
هذا هو الشكل النهائي. صراحه ما خديناش وقتنا في التصوير، ولكن الصراحه هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا. هادو محينشات ديالنا زائد التحليه، درت العصير ديال الفريز واتاي مع الحريره وبريوات عندي عامرين بالدجاج وخلاص. هادشي المعسلات. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبيله ديالنا وديال الفيديو. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم، وديروا لايك، بارطاجيو القناه مع حبابكم صحابكم.